عايز تخس لازم تاكل بسكوت شوفان. المقوله دي انا بسمعها من اغلب الحالات اللي بتجيلي في العياده: دكتور انا اكلت بسكوت شوفان، اصل انا جوعت فاكلت بسكوت شوفان. نركز بقى، بسكوت الشوفان ممكن يخسسك وممكن هو اللي يزودك في الوزن، تخيل. طيب تعالى بقى افهمك بالتفصيل. البسكوته الواحده من 12 ل 14 جرام فيها تقريبا من 50 ل 60 سعر. شوف انت بقى ممكن تاكل كام بسكوته. فيها سكر حوالي من 3 ل 4 جرام، فيها نشويات تقريبا 8 جرام، وفيها دهون من 1 ل 2 جرام، وفيها 3 جرام صوديوم و1 جرام بروتين، ومن 1 ل 2 جرام الياف. شوف بقى الناس اللي ممكن تاخد من 5 ل 6 بسكوتات كسناك ممكن يعملوا ايه في نظامهم الغذائي وهم كمان مش حاسين. تخيل ان انت بتبقى ماشي على الدايت وتاخد البسكوت الشوفان ما بين الوجبه والوجبه، فبالتالي انت مش بتاخد احتياجك الكلي من البروتينات والنشويات والدهون مظبوط، وكمان بتعطل نزولك لانك انت بتاخد حاجات انت مش في غنى عنها. في ناس كتير جدا بتتخيل ان الشوفان حاجه صحيه وطبيعيه وبتساعد معايا في التخسيس. هو بيساعد في التخسيس لما بنضيفه وبنبقى حاسبين له سعراته الحراريه، لان الموضوع مش حسبه سعرات. لو قارناه بحاجات تانية هنلاقي ان انت ممكن تاخد احتياجك اكتر من الفيتامينات والمعادن والبروتينات، وكمان ما يحصلش زياده في الوزن. الشوفان فيه سعرات حراريه زي الرز، زي العيش، زي المكرونه، بس فيه الياف اعلى، فلازم نركز في المعلومات قبل ما ناخد الحاجه. ركز عشان تخس. اشوفكم في فيديو جديد، ولو عجبك الفيديو شيره عشان غيرك يستفيد واعمل لايك. شكرا.